السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ موضوع فيديو النهاردة هنتعرف مع بعض ازاي نظهر جمالنا الطبيعي بدون ما نستخدم ميك اب او نستخدم فاونديشن. وطبعا زي ما عودتكم ان كل الحاجات اللي انا استخدمتها في فيديو النهاردة هتكون في متناول ايد كل البنات وكلنا نقدر نجيبها ونستخدمها. خلينا نشوف مع بعض ازاي هنقدر نظهر جمالنا الطبيعي. قبل اي حاجة طبعا نضفت بشرتي وبعدين هستخدم بيبي كريم اللي هو بتاع الاطفال. من اهم مميزات البيبي كريم ان هو مكوناته كلها طبيعية وامنة 100%، وكمان بيحمي البشرة من اشعة الشمس الضارة، مش بيحميها من الاسمرار، لا بيحميها من اشعة الشمس الضارة. واللي انا اكتشفت ان هو مع الوقت بيفتح البشرة. هنيجي بقى لو انا عندي اي حباية كده صغننة او حاجات بسيطة كده بقع في وشي، بداريها بالكونسيلر نقطة كده بسيطة. وطبعا هستخدم القلم اللي هو بتاع انستازيا دوت كبديل للكونسيلر، وهستخدمه طبعا تحت العين. لو انتي عندك هالات سودا والهالات جامدة قوي بتستخدمي كوريكتور اورنج وبعدين بتستخدمي الكونسيلر بتاعك. هبدأ ادمج طبعا بايدي بالطبطبة. انا ما استخدمتش هنا براش علشان كده سهل الموضوع ويبقى الموضوع لطيف وبسيط. بدمج كويس طبعا الكونسيلر علشان ما يبانش فيه اي خطوط. بالنسبة بقى للحاجب، انا ما رسمتش الحاجب خالص، كل اللي انا عملته بنفس الكونسيلر حددت بس رسمة الحاجب علشان اوضح ان هي الحواجب مرسومة. لو انتي طبعا حواجبك تستدعي انها تترسم او ما فيهاش شعر يبقى هترسميها عادي جدا. بالنسبة بقى للقلم دوت من ان كانت بنات كتير جدا بتشكر فيه فقلت اجربه. هو لذيذ وطري بس طبعا مش ثابت. هستخدمه داخل العين وعند خط الرموش السفلي وفوق العين. القلم ده كان سعره 10 جنيه تقريبا، كنت جايباه من اخر العنقود. وبعدين هنيجي بقى لللوز باودر. استخدمت بدال اللوز باودر بيبي جونسون علشان طبعا العين ما تخططش طبعا والكونسيلر يسيح من الحر والصيف. والسبونشة دي برضو كنت جايباها من اخر العنقود، هي ما عجبتنيش خالص لانها ناشفة، ففضلت ان انا استخدمها لللوز باودر بس. بعد كده طبعا لازم لو انا حابه ان انا احط اللوز باودر على بقيه بشرتي علشان اثبت البيبي كريم اللي انا حطيته مفيش مشكله. بالنسبه بقى للرموش انا ما فضلتش ان انا استخدم ماسكارا، حابه ان الموضوع كده يبقى خفيف، فسرحت الرموش والحاجب بفرشه نظيفه. لو انتي مش عندك البراش دي ممكن تجيبي اي ماسكارا عندك وتغسليها وتستخدميها عادي جدا. حابه تستخدمي ماسكارا على حسب ما انتي حابه او على حسب طبيعه رموشك مفيش مشكله. نفس القلم استخدمته من ان هو بس لون بني محمر، استخدمته كانه بلاشر وكمان كانه كونسيل سوري كانه كونتور. وبعدين هنيجي للهايلايتر ده من انستازيا، استخدمته هو برضو كريمي، كان في نفس القلم بتاع الكونسيلر بس الناحية التانية. استخدمته على عظمة الخد واستخدمته على النوزو اللي هي الأرنبة. واستخدمته تحت الحاجب، بيدي إضاءة بتحسي ان البشرة فيها نضارة كده جميلة ولطيفة. وبعدين الليب بالم دوت من اوريفلام انا بحبه جدا. استخدمته برضو وما استخدمتش اي ليبستيك ولا حاجة، بس حابة انها الشفايف تبان فيها نضارة. طبعا اتمنى ان الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.